يسعد أوقاتكم يا رب، وكل عام وأنتم بألف خير. العيد على الأبواب وما بصير يجي العيد وما نعمل حلوياته. اليوم رح نعمل مع بعض الكليجة الدارية بنكهة كتير طيبة. أول شي بتقرش، وتاني شي مبرغلة، يعني الاتنين بواحد. تابعوا معي الفيديو للأخير لحتى تشوفوا كيف رح نحضرها وشو المقادير بالضبط. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. لتحضير العجينة أنا عملت 4 أكواب من الطحين، بنضيف عليهم آلات الكليجة فينا نجيبها جاهزة من السوق، ولو ما لقيتوها فينا نطبقها بالبيت. وهي بتتكون من معلقة كبيرة من المكونات اللي رح أذكرها: السمسم، المحلب، حبة البركة، والشومر واليانسون والهيل والقرفة، وبرش صغير من جوزة الطيب. هلأ بنخلط الآلات مع الطحين. طبعا هي الكمية استخدمتها ل4 أكواب، يعني لو ضاعفتوا كمية الطحين أكيد بدكم تضاعفوا كمية آلات الكليجة. هلأ رح حط 3/4 الكوب سكر ونص كوب من المي، بحركن وبحطن على النار ليدوب السكر. ما بدي يغلي ويصير قطر، مجرد ما داوت حبات السكر وصار المي فاتر رح ضيف عليه معلقة كبيرة من الخميرة وبغطيهم وبتركن لحتى تتفاعل. لما تتفاعل عندي الخميرة رح نروح نخلط الطحين مع الدسم. أنا احتجت ل4 أكواب من الطحين، نص كوب زيت وكوب كامل من السمنة. طبعا انتوا بتعرفوا انه لازم نستخدم نفس الكوب لكل المكونات لحتى تطلع عندي العجينة ناجحة ومتماسكة 100%. بنفرك الطحين منيح بالدسم لحتى يتشرب كل السمنة والزيت اللي موجودين عندي، ونحصل على عجينة بهذا الشكل. بعد ما تفاعلت الخميرة بضيفها على العجين وبدعكهن كتير منيح. هاي العملية بتتسمى التبليع. بدنا نبلع العجينة، المي والسكر اللي دوبناهن عم نخلط فيهم بهذا الشكل لحتى تشرب كل كمية المي، وما تخافوا رح تشربها. بعدها بنخلص من هاي العملية ومنلم العجين كلياتها ومنغلفها وبنتركها ساعة كاملة، وبعدها بنشتغل فيها لحتى تشرب كل كمية السوائل اللي ممكن تحسوا انه لسه ما شربتها، لانه العجينة بتكون متماسكة ولكن لساتها طرية. تحضير حشوة التمر بحط معلقة كبيرة هيل وقرفة وسمنة، بدعكهم كتير منيح لحتى أحصل على تمر ناعم بهذا الشكل. هلأ بعد ساعة بناخد شوي من العجين وبنفرده بين كيسين مثل ما موضح بالفيديو، ونفس العملية للتمر بنعمل. بقص الأطراف لحتى يصير عندي الشكل ظابط، والتمر بقيسه على العجين وبشوف قديش رح أحتاج منه. فيكن تستخدموا أي طريقة ممكن تريحكن، المهم إنه تحصلوا على نفس النتيجة. نقلب التمرة وبنجيب الطرف على الطرف التاني، بنفردن شوي لحتى تلزق. ما نفرد كتير بالشوبك بهي المرحلة لحتى ما ترفع عندي، مجرد ما بدي إنه العجينة تلزق على التمرة منيح. بتقطعوهم بالشكل اللي بتحبوه واللي بدكن إياه. أنا بحب أعمل التمر مثلثات، والسادة بحب أعملها مربعات أو مستطيلات، ما بتفرق، فيكن تقطعوا بالشكل اللي بريحكن. بحط الكليجة بصينية وما بحتاج إني أدهنها ولا بأي شي، لأنه أوريدي هي موجود فيها سمنة فما رح تلزق معكن أبدا. بزين الكليجة بهذا الشكل بستخدم الشوكة، والسادة بعملها بالسكين مثل ما موضح بالفيديو. بدهن الوش بصفار بيضة مع شوية خل أبيض، بدهن فيهم لحتى أخذ لمعة حلوة. فيكن ما تدهنون، بس اللمعة ما بتاخدوها إذا ما دهنتوا بصفار البيض. وعملت شوي بالقالب، بفرد العجينة وبحط فيها كرات التمر وبحطها بالطحين بعدها بالقالب لحتى ما تلزق عندي، لأنه العجينة فيها سمنة وفيها مي. لو ما كان فيها مي ما كانت لزقت معنا، بس ولكن لأنه ضفنا مي فإجباري رح تلزق بالقالب لو ما حطينا طحين بهذا الشكل. ما منكتر، وأساسا وقت اللي رح نكبسها بالقالب ما رح يضل أثر للطحين أبدا. هلا رح خلص كل الكمية وكمان رح أدهنها بصفار البيض. أنا بعمل كل كمية الكليجة بعدين بشويهم صينية ورا التانية. بدخلهم طبعا لفرن مشغل فوق وتحت على درجة حرارة 200، وبنحط الصواني على الرف التحتاني لحتى ما يحترق الوش وتطلع معي الكليجة معجنة. كل صينية بتاخد من 5 ل7 دقايق، وممكن 10 دقايق حسب حرارة الفرن اللي موجود عندكم. بعد ما تطلعوها نتركها لحتى تبرد تماما، بعدين بننضبها بالحافظة. ما بنحطها دغري لحتى ما تعجن، وأساسا إذا حاولتوا تشيلوها من الصواني وهي سخنة رح تفرط معكن.
وهيك الكليجات صاروا جاهزين. شوفوا اللون ما أحلاه. ما تنسوا تنتبهوا عليها لأنه الكليجة كتير حساسة وفورا بتاخد لون غامق. شوفوا الهشاشة والطراوة، وبنفس الوقت ما بحكي لكم عن القرشة، بتقرش ومبرغلة بنفس الوقت. عن جد بنصحكم تجربوها بهاي المقادير وبهاي الطريقة، وشوفوا السادة ما أحلاها. وهيك بنكون خلصنا كليجة العيد ووصلنا لنهاية وصفتنا لليوم. بتمنى منكم تدعموا الفيديو بلايك وشير، وما تنسوا تتابعوني لحتى توصلكم كل وصفاتي. وشكرا كتير لوقتكم، وكل عام وانتم بألف خير.